السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد فتحي. النهاردة هنتكلم في الدرس التاني عن الفيرشواليزيشن. فاكرين أول مرة نزلت فيها لينكس في حياتك أو أوبنتو فيها في حياتك؟ أول حاجة عملتها رحت جبت فلاشة عليها نظام التشغيل نفسه وحطيته في الجهاز عندك، قمت مفرمت كل البارتيشنز لأن أنت تقريبا دوست نيكست 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 من غير ما تقرا أي حاجة. آه، اول مره انا شخصيا في بدايه الالفينات سمعت عن الفيرشواليزيشن، نزلت برنامج اسمه في ام وير ورك ستيشن ونزلت عليه لينكس وقدرت استخدم لينكس جنب ويندوز. بس انا ما كنتش فاهم ده بيحصل ازاي لغايه لما جيت قريت حاجه بتتكلم عن الفيرشواليزيشن. ساعتها انا فاكر ان انا قعدت مع حد كان شغال في الفيرشواليزيشن في شركه ما، يعني كان شغلته ان هو يقوم كلاود على حاجه اسمها اوركستريتور. كل الكلام ده انا ما كنتش فاهمه. فخليني بقى ايه ابسط لكم الدنيا وننزل كده ايه نبسط الموضوع بشكل بسيط. خليني اقول لكم ان في بدايه التسعينات تقريبا كان في شركات كتير جدا ابتدت تطور حلول عشان نقدر ننزل اكتر من نظام تشغيل على نفس السيرفر. انتوا عارفين ان احنا لما بتجيب سيرفر بتجيب مثلا سيرفر مثلا 128 كور 128 جيجا رام، هارد ديسك 1 تيرا وليكن ايا كان الامكانيات. بس السيرفر ده بيبقى مكلف جدا، او البيراميتر الحديد نفسه خلينا نقول في مصطلح كده اسمه بيراميتر، او الحديد اللي عليه الايه اللي هو الهاردوير نفسه. بيبقى مكلف جدا بالنسبه لاي حد او بالنسبه لاي شركه. انا عشان اقوم مثلا عندي برنامج زي خلينا نقول ويندوز، عايز اقوم ويندوز سيرفر. هل انا ممكن اخد ويندوز سيرفر ده احطه على السيرفر؟ بس ممكن اعمل كده. بس انا ممكن ويندوز سيرفر ده ما يستغلش كل الامكانيات دي وانا ابقى عايز انزل حاجه تانية جنبيه. هعمل ايه بقى؟ طلع حاجه اسمها الفيرشواليزيشن، ان انا اعمل نظام وهمي اخلي الجهاز بتاعي يبقى جهاز واحد عليه اكتر من نظام. في 1990 الناس ابتدت تطور سوليوشنز زي اي بي ام طورت سوليوشنز كتير جدا للفيرشواليزيشن لغايه لما بدات بدايه الالفينات. شركه فيم وير طورت حاجه اسمها اي 6 اي. ده نظام يخليك تقدر تنزل على السيرفر بتاعك اكتر من فيرتشوال ماشين. لغايه وقتنا الحالي الناس ابتدت تستخدم بقى حاجات زي دوكر وكوبرنيتس وحاجات تانية كتير جدا والموضوع تطور. الفيرتشوال ماشين مش اخر تقنيه في الموضوع ده، في تقنيات تانية ظهرت، بس خلينا نقول ان دي اللي احنا هنتكلم فيها النهارده. فلو جيت بصيت مثلا على الفيرتشوال ماشين، خليني اقول لك هي بتخليك تعمل كمبيوتر وهمي بيشغل جهاز كمبيوتر حقيقي اكنه جهاز كمبيوتر كامل، بس على نفس السيرفر. يعني انا ممكن ابقى عندي سيرفر واحد عليه اكتر من نظام تشغيل. في برنامج بيدير الموضوع ده كله اسمه الهايبرفايزر، هو اللي بيدير توزيع الموارد على الجهاز. يعني بيقول مثلا ان الماشين الويندوز، انت عندك مثلا في السيرفر ده ويندوز ولينكس وماك. انا هدي الويندوز ده 12 جيجا رام، هدي اللينكس ده 4 جيجا رام، هدي الماك ده 20 جيجا رام من اجمالي السيرفر. فهو ده اللي بيوزع الموضوع بشكل عام. طيب خلينا نقول برضو ايه المميزات بتاعته. هو بيوفر لك فلوس، يعني انت لو جبت مثلا سيرفر للويندوز، سيرفر لللينكس، سيرفر للماك، هتدفع فلوس كتير جدا على الموضوع ده. فده بيوفر لك فلوس، وبيوفر لك ان انت ممكن تعمل مثلا باك اب للسيستم. ممكن تاخد باك اب في اي وقت، ممكن تكبر السيستم زي ما انت عايز وتصغر، ممكن تزود في الحديد بتاع السيرفر ده او البيراميتر او السيرفر نفسه كهاردوير، تزود فيه رامات زياده باوبشن وحيد بسيط كده في الاي 6 اي او في السيرفر مانجر. تقدر تبص وتزود اللي انت عايزه. ودي حاجه بسيطه جدا من الحاجات اللي كانت بتحصل دلوقتي. فخلينا نقول ان التكلفه الاوليه للموضوع ان الفيرشوال ماشين طبعا قليله على عكس السيرفرات العاديه، استهلاك كهرباء قليل، المساحه ممكن تكبر في اي وقت، سرعه التشغيل بتشتغل في دقائق، ممكن تعمل له صيانه ومينتيننس او تخلي الموضوع اسرع بكتير في دقائق. كل الحاجات دي احنا كنا بنواجهها كمشاكل. طيب ايه البرامج اللي ممكن نستخدمها عشان نشغل بيها الفيرتشوال ماشين؟ في عندك كذا حاجه، في حاجات مجانيه وفي حاجات بفلوس. في حاجات مثلا مجانيه زي مثلا بروكسموكس مثلا. ده من الحاجات المجانيه اللي انت ممكن تنزل عليها تعمله از اوركستريتور، ممكن تستخدمه. عندك كي في ام، في عندك زن مثلا، في عندك هايبر في بتاع مايكروسوفت، وفي عندك سيتريكس، وفي عندك فيرتشوال ماشين ورك ستيشن. هو فيرتشوال ماشين ورك ستيشن حاليا بقى ببلاش، بقى متاح ببلاش لاي حد ممكن يستخدمه. فخلينا النهارده نجود ديب شويه ان احنا نسطب لينكس على ويندوز ماشين عندي او جهاز ويندوز عندي. بالمناسبه كل اوبريتنج سيستم هتلاقي ليه فيرتشوال ماشين. يعني انا مثلا بستخدم ماك دلوقتي، فماك احنا عندنا هنا بيلاريس اللي هو بيلاريس ديسكتوب، ده ممكن نستخدمه عادي جدا. فممكن تستخدمه عادي جدا وتسطب، بس احنا اغلبنا بيستخدم ويندوز فهنروح نسطب في ويندوز. طيب انا عايز انزل توزيعه مثلا زي اوبنتو.
تعالى نفتح اوبنتو دوت كوم كده، وافتح كده هنا، وهتلاقي عندك في البرودكتس احنا عايزين اوبنتو ديسكتوب. طبعا اوبنتو في منها كذا نسخه، للسيرفرات، للديسكتوب، خلينا نقول مثلا اوبنتو برو دي بيبقى ليها سبورت معين في اكتر من توزيع عشان تبقى عارف. فخلينا نقول ان احنا عايزين اوبنتو ديسكتوب. فاوبنتو ديسكتوب دي انت تدوس على داونلود هنا كده، هيبقى عندك نسختين. في عندك 25.4 دي او بوينت 4، وفي عندك 24 ال تي اس. ال تي اس دي مكتوب عليها اختصار كلمه لونج تايم سبورت، او دعم طويل، بتسبورت الدعم الطويل. لو بصيت كده هنا هتلاقي يقول لك ان ده بيسبورت لونج تايم، لونج تيرم سبورت. ده بيسبورت ان انت 5 سنين من السكيورتي والمينتيننس او تطوير فيها، وبيبقوا اكتر من 12 سنه لو انت بتستخدم حاجه زي اوبنتو برو. حلو. لكن دي اخر نسخه، ودي بتفضل معاك لغايه، هتفضل معاك لغايه الدعم بتاعها لغايه يناير 2026، يعني خلاص كلها شهور وتنتهي يعني، او مش تنتهي، السبورت بتاعها هيقف. هل السبورت بتاعها لما يقف انا ما اقدرش اكمل؟ لا، تقدر تكمل عادي، تعمل اي بي تي جيت ابجريد مثلا وتنقل النسخه الاحدث. كل الحاجات دي هنتكلم فيها بشكل عام. طيب انا مثلا عايز انزل النسخه اللي هي ال 25 و4 دي. طيب دي نسخه الانتل والارم. نسخه الانتل والاي ام دي اللي هو الجهاز بتاعي دلوقتي. الارم ده الاجهزه اللي هي ايه، الارم زي بتاعت مثلا ماك، او الحاجات الامبيدد. في حاجات كتير جدا الاجهزه دلوقتي بقت ارم، يعني الماك الجديد كله ارم، اللي هو الام 1 والام 2 والام 3 والام 4 والكلام ده كله. فانا هنزل النسخه دي. حلو كده. طيب هيبتدي ينزلها لك. انا مش محتاج ان انا انزل، انا هفتح الجهاز عندي كده دلوقتي. ماشي. طيب انا عندي هنا اسمه ايه دوت الويندوز بتاعي. طيب انا المفروض ان انا اروح انزل من على الويب سايت، اكتب في ام وير ورك ستيشن. ممكن تنزله دلوقتي من على الويب سايت بتاع في ام وير نفسه، بقى مجاني. دوس داونلود ناو. هيحولك لروت كوم، تعمل اكونت وهتنزله عادي جدا، مفيش اي مشكله. هو هينزل بعديها بدقايق يعني. اوكي. طيب خلينا نقول ان انت نزلته. هو البرنامج بيبقى زي كده بالظبط، في ام وير ورك ستيشن. حلو كده، اللي هو ده. طيب انا محتاج ان انا انزل عليه اوبنتو. طيب احنا نزلنا الايزو بتاع اوبنتو، تعالى نعمل بقى ايه، ندوس على نيو فيرتشوال ماشين. بالمناسبه انت ممكن تنزل ويندوز او لينكس او ماك على الفيرتشوال ماشين بتاعتك عادي جدا. لو دخلت كده دوست نيكست، انا مثلا عندي هنا كده عندي اوبنتو 24، قال لي ان انا عملت ديتكت ان ده اوبنتو 24. في عندك حاجه هتلاقيها اسمها ايزي انستول. ايزي انستول دي ان هو يكمل بقيه الخطوات اوتوماتيكلي من غير ما تتدخل في الموضوع. ده بيوفر لك حاجه بسيطه، ان هو بيستخدم المينيمم هاردوير اللي ممكن يستخدمه. يعني ايه المينيمم؟ يعني لينكس مثلا المينيمم بتاعه بنته 4 جيجا رام مثلا، و2 كور بروسيسور، 120 جيجا هارد ديسك او 80. هو بيعمل ده اوتوماتيك من غير ما انت تعمله. عايز ما تعملش كده، ممكن تدوس كده ان انا اي ويل انستول اوبريتنج سيستم ليتر، وتقول له انا هختار اوبريتنج سيستم، فيجي يقول لك انت عندك مايكروسوفت ويندوز، لينكس، في ام وير اس 6 اي، او اذرز دي انت ممكن تختار منها اي اوبريتنج سيستم. طب هتيجي تقول لي ما انت قلت ان في ماك، هقول لك بقى يا معلم ممكن تيجي كده تكتب في ام وير ماك او اس انلوكر. هتيجي تلاقي من هنا كده تعمل له باتش. الباتش ده بيخليك تقدر تنزل ماك اسمه ايه دوت على الفي ام وير، وده عادي جدا انك تنزله يعني. بس محتاج شويه سيتنج نفسها من التوزيع. فخلينا نقول احنا ننزل لينكس اوبنتو. هتسمي الجهاز البارتيشن ده ايه مثلا؟ خلينا نقول ان انا هسمي ده اوبنتو نيو مثلا. حلو كده. بيقول لك ان الاكسبكتيشن، خلينا ممكن افتح مانجفاير. طيب هتلاقي عندك بيقول لك الكابستي اللي محطوطه للبتاع ده 20 جيجا. لو انت عايز تنزل اوبنتو، في عندك اختيارين هنا، ان انت تستور الفيرتشوال ديسك كله في سنجل فايل، او تنزله على فايلين تاني او على اكتر من فايل. طيب ايه الميزه هنا؟ لو انت بتنقل الفايل ده كله هيبقى يعني الفي ام كلها هتبقى في فايل واحد، ودي مش احسن حاجه. ليه؟ لان انت ممكن تحتاج تعدل في الفايل ده، تنقله من جهاز لجهاز. نقل فايل 20 جيجا من جهاز لجهاز ممكن يبقى ابطا، لكن لما تنقله على اكتر من فايل يبقى اسرع. فده بيقول لك ده بيحافظ على البرفورمانس بتاعت الايه، بتاعت الجهاز. لو انت بتنقله في لارج ديسكس ممكن تستخدمه لو عايز تنقله من جهاز لجهاز. فانا هديله 120 هنا عشان برضو ايه، ابقى عندي براح لنظام التشغيل نفسه. طيب هنا انت ممكن تيجي هنا كده
وتدوس على اسمه ايه دوت. خلينا بس اعمل كده هنا. هتيجي تبص هنا كده هتلاقي بيقول لك انت عايز كام ميموري. مثلا الجهاز بتاعي كله 16، لو شايف الازرق ده الماكسيمم ريكومندد ميموري. انا مش هديله 16 كلهم طبعا، انا هديله 4 جيجا بس. لو جيت بصيت هنا كده على البروسيسور، البروسيسور بتاعنا، هو بيقول لك انت عايز كام كور من البروسيسور، وعايز تشغل الفيرشواليزيشن جوه المكنه اللي هتعملها ولا لا. ممكن تعمل ده عادي جدا. طيب عايز تحط اسطوانه ويندوز او اسطوانه اي اوبريتنج سيستم، انا ممكن اختار الاوبريتنج سيستم بتاعنا من هنا. وعايز تخلي الانترنت شغال جوه المكنه، عايز تطفيه او تشغله ولا لا، انت حر. عايز تشغل اليو اس بي جوه المكنه، الشاشه، الصوت، كل الكلام ده كله ممكن تعمله عادي جدا. طيب هندوس على كلوز. خلصنا الانستوليشن بتاعنا، ندوس فينش كده. هتيجي هنا عند خلينا نقفل الماجنيفاير وندوس على باور ويندوز فيرتشوال ماشين. هيجي يقول لك ان هو هيشتغل كده. طيب هنا هيبقى عندك ثلاث حاجات. خلينا تراي اند انستول اوبنتو. ده اوبنتو سيف جرافيك. السيف جرافيك ده ان هو بيجيب لك بيجيب لك اوبنتو بشكل عام، بجرافيك اللي هو خلينا نقول لك بيج زرقاء كده، بيجي يقول لك انستول عادي. لو انت على جهاز قديم قوي ممكن تستخدمه، لو انت على جهاز عادي ممكن تستخدم تراي اند انستول. التراي اند انستول ده بيخليك تجرب اوبنتو قبل ما تنزلها اصلا من غير ما تعمل اي حاجه. ممكن تجربها كده، اللي بنسميها لايف بوت يعني. ممكن تعمل ده وده عادي. طيب خلينا نقفل البتاعة دي، أظن إن إحنا مش محتاجينها في الوقت الحالي. طيب عموما لو بتدخل جوه الماشين الماوس بيختفي. عايز تعمله دوس على كنترول والت، بيرجع تاني جوه الجهاز عندك في الحقيقة، لأن أنت مجرد ما بتدوس جوه السكرين بيختفي. طبعا الموضوع ده بيرجع لامكانيات جهازك. لو انت جهازك ده عليه هارد، فيه هارد اف اس دي او اتش دي دي دي، طبعا لو اتش دي دي اكيد ابطا، اس اس دي اكيد اسرع، فهياخد منك دقائق في الانستليشن. وبرضه خليني اقول لك على حاجه، احيانا لما بتكون التوزيع نفسها قديمه، بيتصل بالانترنت يسحب التحديثات الجديده، ممكن توقف ده او تشغله زي ما انت عايز. طيب تعالى نبص كده هنا. بيقول لك بريبيرنج اوبنتو. طبعا اوبنتو فيها عربي، فيها عربي بيلت ان لو انت عايز تعمل ده. انا هختار ان انا اسطبها انجلش. بيقول لك الاكسسبيليتي، الحاجات بتاعت الاكسسبيليتي مش محتاجين نعدل فيها حاجات كتيره. اللغه بتاعت اللي اوت بتاع الكيبورد ممكن تخليها انجليزي دلوقتي، ومن جوه نخليها نقدر نضيف عربي. طيب بيقول لك انت كونكت الانترنت، انت ممكن تقول له لو انا عايز اخلي الانترنت شغال جوه الماشين، او ممكن اوقف الانترنت دلوقتي. هو بيتكلم عن دلوقتي مش على العموم يعني، مش مجرد يعني انت ممكن توقف الانترنت دلوقتي لغايه الانستول. حلو، بس انا اقول له ان انا الانترنت عندي شغال. بيقول لك الانستولر ده فيه ابديت، عايز تعمل له ابديت، قول له ابديت. مش هياخد منك كتير يعني. اوكي، هيقفل الانستولر ويفتحه تاني. طيب ده بعد الانستوليشن، بعد الابديت الجديد ده. تعال نعمل نفس الكلام. اوكي. طيب في عندك هنا حاجه اسمها انتراكتيف انستوليشن، وفي عندك حاجه اسمها اوتوميتد انستوليشن. لو انت عندك اكتيف دايركتوري، ودي ممكن نتكلم فيها قدام ان شاء الله، او انت عندك اكتر من جهاز في الشركه عايز تنزل عليهم لينكس، فانت بتعمل فايل اسمه اوتو انستول، بتدي له سيتنج معينه بتخليه يسطب اللينكس على الماشينز كلها باعدادات معينه. لو انت عايز تعمل ده اوتوماتيك ممكن تعمله، مش عايز تعمله طبعا لو انت مستخدم عادي خليك في الانتراكتيف انستليشن. طيب هيجي يقول لك انا عندي شويه حاجات عايز انزلها. في عندك الديفولت سيلكشن. الديفولت سيلكشن ده البيزك يوتيليتيز، البرامج العاديه، المتصفح، الفايل مانجر، مدير مش عارف ايه، والحاجات دي كلها الحاجات اللي موجوده في اي جهاز. وهنا انت ممكن تنزل الاوفيس وتنزل الويب براوزرز و... ودعم الملفات الصوتيه وكل الكلام ده. لو انت عايز تطبقه طبعا ممكن تعمل الايه الاكستند سيلكشن. انا مش هعمل كل ده. طبعا انت لو عايز تنزل درايفرز برضو وتدعم الملفات الصوتيه ممكن تعمل على الاثنين. كل الحاجات دي ممكن تعملها جوه عادي جدا، مفيش مشكله. وهنعمل انستوليشن. هيجي يسالك بعد كده بقى ايه الخطوه الاهم والمهمه جدا. هل انت محتاج تعمل اريس للديسك كله
اللي هو الجهاز بتاعك كله، عايز تعمل ريس للديسك بتاعك كله، تفرمط البارتيشن كله، ولا تنزل على بارتيشن معين. الكلام ده جوه الفي ام مش مشكله. ليه؟ لان انت واخد اصلا هارد وهمي، يعني واخد هارد من مساحه الجهاز وهمي. لكن لو انت في جهازك الحقيقي خلي بالك، لان هو هنا كده هيمسح كل الهارد ديسك بتاعك ويسطب عليه كله لينكس. انا بس خليني اقول لك عشان دي نقطه مهمه جدا. لو انت مش هتعمل كده خليك برضو ايه، لو انت في في ام 100 خليك عادي في الاريس، لو انت مش في في ام 100 اعمل مانوال انستليشن. طيب انا في ام 100 فانا هعمل اريس. هو هتلاقيه بيقول لك اسم الجهاز بتاعك، هسميه مثلا محمد فتحي، والباسورد هيجي يقول لك اكتب باسورد كومبلكس، فانا هكتب اي باسورد كومبلكس. طيب وادوس ايه نيكست، اختار الدوله، انا في مصر هنا. وبيقول لك قبل ما تعمل انستليشن انا هفرمط الاس دي اي ده وهسطبه، هعمل مكان للتمب فايلز او الكاش، وهعمل مكان انزل فيه الاوبريتنج سيستم. عايز ده؟ تمام اوكي. طيب هنقول له ايه انستول، ونوقف شويه لغايه لما يخلص انستليشن. تقريبا مش هياخد مثلا ثواني، حوالي مثلا 5 دقائق 10 دقائق بالكتير قوي. لان طبعا انت ممكن تدوس هنا وتعرف هو بيعمل ايه. هو بيكلم سيرفرات اوبنتو يشوف الابديتس الجديده والايكونز والحاجات دي كلها، ويبتدي ايه يقول لك الابديتس الجديده. ليه انا ما استخدمتش كالي وما بداتش بكالي؟ لان انا مقتنع ان انت ممكن تنزل ادوات التستنج بتاعتك في اي اوبريتنج سيستم، وده حقيقي عموما. كالي فيها الادوات كلها، بس هي مش مرتبطه بالسكيورتي اكتر. يعني انت عادي جدا ممكن تنزل اي توزيعه سكيورتي، ممكن تشتغل على ويندوز، ممكن تشتغل على لينكس، ممكن تشتغل على ماك، ومش لازم كالي. كالي مش هي الحاجه اللي فيها كل حاجه، يعني مش الحاجه الاساسيه اللي احنا بنشتغل عليها. كالي هي توزيعه فيها كل التولز اللي احنا بنحتاجها مره واحده. بس هل انت ممكن تستخدم حاجه غير كالي؟ طبعا ممكن تستخدم اوبنتو عاديه جدا، ممكن تستخدم مثلا مانجار، ممكن تستخدم ويندوز، ممكن تستخدم لينكس، تستخدم ماك، تستخدم اللي انت عايزه. يعني حاول تخرج من اطار ان انت لازم تنزل كالي وانت بتشتغل. كالي مش دايما احسن حاجه، وهي مش بعدد التولز. انت ممكن تكون في تولز انت مش تستخدمها في حياتك، او مش تستخدمها على الاقل دلوقتي، فمش لازم تبتدي تنزل كالي، لان كالي ممكن تكون تقيله على جهازك شويه، لان هي فيها تولز كتير جدا بتشتغل وفيها حاجات كتير جدا. فانا دايما بحب ارشح توزيعات خفيفه، حاجات مثلا زي لايت اوبنتو، اوبنتو نفسها. كل الحاجات دي بتبقى خفيفه جدا على الاستخدام الشخصي. ولو انت شخص بتتعلم فاوبنتو حلوه جدا للاستخدام المنزلي. يعني لو انت في الراجل حابب تجرب تخلي الناس في البيت عندك يجربوا نظام تشغيل قريب من ويندوز وقريب من ماك، فانت عندك اوبنتو سهله جدا ان انت ممكن تعمل فيها كده. طيب في حاجه خليني اقول لكم عليها، عشان دي اشاعه من الاشاعات اللي الناس بتتكلم فيها، ان لينكس ملوش العاب ولا ماك ليه العاب. الاتنين ليهم العاب عادي جدا، وليهم ممكن تنزل ستيم فيه جيمز للينكس عادي جدا، مخصصه للينكس. مش زي الجيمز اللي انت بتلعبها على ويندوز، خلينا برضو نقول الحق، بس في زي ده موجود عادي جدا. فبس خليك رابط ان الاتنين ايه، ان المعلومات دي موجوده عادي جدا. ده في توزيعات لينكس زي ستيم او اس دي اصلا بيزد لينكس، وممكن تلعب عليها عادي جدا. طيب هو المفروض ان احنا كده قربنا نخلص، يعني المفروض ان تقريبا عدى حوالي 5 دقايق. فالانستليشن كده المفروض ان هو يكون قرب يخلص. آه، الانستليشن المفروض يعني المفروض لو انت بتسطب على هارد كويس المفروض ما ياخدش وقت. يعني انا بسطب على الجهاز بتاعي، فالجهاز بتاعي مش احدث حاجه بصراحه، بيتر هياخد مثلا حبه حلوين. وطبيعي ان هو لو دخلت كده هتلاقي بياخد ابديتس، فهو بيابديت وهو شغال. طبعا احنا لو قررنا نوقف الابديتس دي الاوبريتنج سيستم مش هياخد 5 دقايق بجد. فيعني ده لان هو بيابديت، بص حاجات ناقصه في الاوبريتنج سيستم، او بيابديت مثلا الكيرنل بتاعه، او بيابديت اي حاجه في الحاجات اللي موجوده في الاوبريتنج سيستم. فهو بيخلص كل الحاجات دي دلوقتي قبل ما تيجي تفتح. ده مش معناه ان لما تيجي تفتح هتلاقي كل حاجه خلصانه. يعني في حاجات تلاقي جوه مثلا ممكن محتاجه تنزلها، زي برامج المالتي ميديا، برامج الابديتس بتاعت الدرايفرز نفسها اللي عندك. كل الحاجات دي هتلاقيها محتاج تنزلها. في حاجه تانية برضو خليني اقول لكم عليها، في حاجه اسمها في ام وير تولز. الفي ام وير تولز دي احنا بننزلها عشان تقدر تنقل بين الفي ام او الفيرتشوال ماشين دي
للجهاز الحقيقي، وتقدر تنقل بالعكس طبعا، يعني ممكن تنقل من في ام للجهاز الحقيقي او من الجهاز الحقيقي لفي ام، ممكن ده تعمله عادي جدا. ممكن مثلا خليني اقول ان انت عايز تنتجريت، مثلا عايز تحط يو اس بي فتخلي اليو اس بي تقرا جوه الفي ام ده عادي جدا. تخلي السكرين شوت فول سكرين شوت، السكرين فول سكرين، كل الكلام ده ممكن تعمله عادي بدون اي مشكله. طبعا انت في اي وقت ممكن تاخد هنا من الجهاز ده، تاخد منه حاجه اسمها سناب شوت. سناب شوت دي ان انت تاخد نسخه من الموقف اللي انت فيه الحالي للاوبريتنج سيستم، وتقدر ترجع له في اي وقت. خلينا نقول انت دمرت حاجه في النظام التشغيلي وقبل ما تدمرها ممكن تاخد سناب شوت وترجع لنفس الوقت اللي انت كنت فيه. دي حاجة عادية جدا انت ممكن تعملها بدون اي مشكلة، وهيريحك من مشاكل كتير. يعني انت لو عندك برنامج شغال وعايز تبتدي تيست عليه، وبرنامج ديسكتوب اب، وخايف مثلا البرنامج ده يحصل فيه كراش وما عندكش نسخه تانية غير دي، فانت ممكن تعمل كده، بتست على حاجه في الاوبريتنج سيستم نفسه وعملت تعديل، وخايف ان الحاجه اللي عندك كلها تضيع، فطبعا ممكن تعمل ده عادي جدا، مش اي مشكله. طيب احنا المفروض نستنى دلوقتي، خلاص هانت يعني، خلينا نقول دقايق ويكون خلص. طيب دلوقتي المفروض ان هو خلص انستليشن. لو جيت بصيت كده هتلاقي مكتوب ان اوبنتو 24 خلصت. وعشان تعمل انستليشن دلوقتي او عشان تخلص ممكن تعمل كونتينيو تيستنج، ممكن تكمل زي ما انت او تعمل ريستارت. نعمل ريستارت ونيجي هنا كده، نيجي عند الريموفبل ديسك دي، نعمل ديسكونتينيو او ديسكونكت للايه للسي دي روم، عشان ده اللي عليه الاسطوانه بتاعت الاوبنتو، عشان ما تفتحش كل مره تلاقي ايه بيقول لك اختار النظام التشغيلي. طيب اهو. هو ياخد دقيقة تقريبا لغاية لما يفتح أول مرة بس، وبعد كده يفتح عادي. طيب نكتب يوزر نيم والباسورد بتوعنا. طيب كده المفروض ان هو تمام وزي الفل، والانترنت شغال جوه الماشين، واوبنتو شغال وكل حاجه. هو بيقول لك ويلكم ان انت ده اول انستليشن، عايز تعمل انيبل لاوبنتو برو. اوبنتو برو ده بيخليك تقدر تاخد سكيورتي اعلى بكتير جدا، بس ده خلينا نقول ده مصمم للشركات مش للافراد. فخلينا نقول ان انا ايه مش محتاج ان انا اعمل ده. بيقول لك عايز تبعت بياناتك لاوبنتو، انا مش محتاج ان انا اعمل ده. قال لك كده تمام. طيب انا محتاج ان انا انزل اسمه ايه دوت الفي ام وير تولز، عشان لما اعمل فول سكرين. بص لو عملت فول سكرين دلوقتي هتلاقي السكرين دامجد كده او مش ببكسل. فهكتب سودو سول، ماشي سودو سول، وهكتب الباسورد بتاعي، وهعمل اي بي تي جيت ابديت، وهعمل ابديت للريبوزيتوري بتاعتي او المستودعات بتاعتي. ماشي، وهعمل اي بي تي جيت انستول في ام وير في اوبن في ام وير اوبن في ام تولز، واعمل لها ايه انستليشن. طيب بص كده لو عملنا فول سكرين تلاقي الفول سكرين ابتدت تشتغل عادي جدا. طيب احنا بس نعمل ريبوت. طبعا احنا كان قدامنا اوبشن احنا ندوس على في ام وير تولز دي ونعمل انستول. هو لما احنا عملنا الموضوع مانيوالي عمل انستوليشن، فقال لك ري انستول في ام وير تولز، مش محتاجين نعمل ده دلوقتي. لو عملت كده فول سكرين، بص خلاص بقت كده كل حاجه تمام وزي الفل. طبعا انت ممكن تيجي من الفي ام هنا كده، تيجي وتقوم عامل سيتنج هنا، وتيجي على الاوبشن وتروح تقول له ان انا عايز ممكن اعمل ايزوليشن او اعزل النسختين على بعض، ان ده ما يبقاش شايف ده او ده يبقى شايف ده عادي جدا. ممكن اعمل شيرد فولدر ان انا انقل من هنا لهنا عادي جدا. كل ده متاح ليك عادي. ماشي. ده الهاردوير كل حاجه تمام. تعالى كده بص نجرب حتى نفتح انترنت، نكتب جوجل دوت كوم، شغال وزي الفل عادي جدا جدا جدا. طيب الجهاز الحقيقي بتاعي اللي هو ده الويندوز، تعال ناخد منه ناخد اي فايل. ناخد اي فايل من الجهاز نفسه، زي مثلا فايل زي ده، وتعالى نجرب ننقله جوه.
نعمل كده. ماشي، النقل لسه مش شغال. تعال نعمل كده هنا، كوبي. طيب تعال نبص على النقل بين الفايلات بين الجهاز والجهاز التاني هناك عادي جدا. اوكي. نعمل كده ونشوف هل الشيرد فولدر، تعال نعمل لها always enable، ونيجي هنا على ال اوكي. ماشي، كل حاجة متظبطة مفيش أي مشكلة. اوكي ماشي، تعال ندوس كده اوكي هنا على الجهاز. وتعال ننزل على نخلي الشاشة كده أصغر شوية. تعال نجرب حاجة، ناخد فولدر من فايل من الفايلات دي ونيجي نعمل كده هنا. ما نقلهاش. طيب نعمل حاجة تانية، خلينا نعملها بمنتهى البساطة بدون أي أدنى مشكلة. إن إحنا ننزل اسمه إيه دوت إحنا نزلنا الأوبن في ام وير تولز. تعال ننزل أوبن في ام وير تولز ديسكتوب. أوكي تعال نعمل كده تيرمينال، ونعمل سو ونكتب الباسورد، ونعمل apt get install open vm tools desktop. طيب اوكي. وتعالى نعمل ريبوت. طيب خلينا لما يجي نفتح نجرب كده. تعالى نعمل كده. اوكي كده المفروض ان هو اشتغل. تعالى نجرب، نفتح فايلز. اوكي تعالى نعمل كوبي، نيجي هنا، اتنقل. كده احنا تمام، مفيش اي مشكله عندنا. الكوبي بيست من الماشين الحقيقيه والفيرشوال شغال عادي جدا. اي حاجه هتعملها هنا مش هتاثر في جهازك الحقيقي خالص. هما الاتنين مش شايفين بعض لغايه لما احنا نقدر نخليهم يشوفوا بعض. طيب احنا دلوقتي هتبقى عندنا مشكله اللي اوت، الكتابه بالعربي. احنا ممكن نيجي بس هنا كده بمنتهى البساطه على الكيبورد وندوس هنا الاد سورس، وندوس هنا كده عربي اذر، نختار عربي Arabic Egypt. كده بقى عندنا عربي. طبعا لو دوست كده هنا من عربي وانجليزي هتتغير عادي. طيب ممكن تختار الكي اللي بيغير اللغة عادي جدا. ممكن تخليه ايا كان الحرف اللي انت عايزه، ان انت عايز سويتش اللغات بينهم وبين بعض. ممكن تخليه ايا كان الحاجة اللي انت عايزها. تعمل اختصار زي ما انت عايز، مفيش اي مشكلة. ممكن تعمل مثلا ان ده الكي اللي بيغير مثلا الت وشيفت مثلا، او ايا كان الزرار اللي انت عايزه، وتخليه يغير الايه الحرف اللي انت عايزه، يعني يغير الكتابه زي ما انت عايز. كل الحاجات دي متاحه في لينكس عادي، مفيش اي مشكله. يعني احنا عايزين نكتب عربي دلوقتي، تعالى كده نجرب. نفتح مثلا جوجل، او نفتح براوزر يعني عادي، واكتب مثلا محمد فتحي. محمد فتحي بس. فطلع محمد فتحي ده مدرس سنه تقريبا. بس وانا اهو الحمد لله. فعادي جدا ممكن تبص على اللي انت عايزه، كل حاجه شغاله عادي جدا. ممكن تعمل كده اهو. كده انت بقيت في جهاز كامل عادي جدا بدون اي مشكله. اتمنى يكون الشرح ده فاتكم في حاجات بسيطه، وانتوا بتسطبوا لينكس تبقوا فاهمين ايه هو الفيرشواليزيشن، وان انت ازاي تسطب اي اوبريتنج سيستم انت عايزه. فيم وير مجاني دلوقتي ممكن تستخدمه، وممكن تستخدم حاجه زي هايبر في، ممكن تستخدم حاجه زي بروكس مون مثلا، ايا كان السوليوشن. المهم ان انت تبقى فاهم ان احنا ممكن ننزل اللي احنا عايزينه بدون اي مشكله. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.